ازاي تبني اورجانيك جراف استراتيجي تظهر فيها في الاي اي سيرش وكذلك في محركات البحث التقليديه زي جوجل، الاثنين مع بعض بطريقه سستينبل مش مجرد فرقعه مؤقته. في الفيديو ده هنفصل في الامر ده بشكل كبير، وازاي نستهدف الاس يو والجي او والاي او، كل ده بطريقه واحده وباستراتيجي واحده، ونتظاهر في انواع المنصات البحث المختلفه بغض النظر عن هي ايه. في نقطه مهمه لازم نفهمها في الاول، في العصر الحالي الموضوع ما عادش عن التصدر ولا على الرانكينج، وانما على انك تفهم، ان الماشين تفهمك. التصدر ممكن بيجي ويروح، لكن الاهم ان الماشين تفهمك وتقدر بناء عليها ترشحك، سواء كانت traditional search engine او AI systems. فخلينا نمسك الورقه والقلم ونفكك الاساس الحقيقي لاي استراتيجيه اورجانيك جروث في عصر الاي اي خطوه بخطوه. في بس ملحوظه مهمه، وان انا لو ذكرت الاس يو ففي الغالب انا اقصد به هنا المظله الكبيره اللي بتضم تحتها الاي اي سيرش والجي او الجي او او الاي او، وكذلك السيرش انجن اوبتمايزيشن الطبيعي اللي هو الاس يو الطبيعي. يلا خلينا نبدا. ازاي نبني اورجانيك جروث تظهر في الاثنين؟ اول حاجه الاس يو او الجي او بيبدا بعد البيزنس فاليديشن. قبل ما تفكر في الاس يو او الجي او لازم يكون عندك بزنس موديل واضح، ولازم يكون بعد مرحله البرودكت ماركت فيت. ما ينفعش كل شويه نغير الجمهور، كل شويه نغير البوزيشننج، كل ربع سنه نغير الاوفر، كل ربع سنه نغير احنا رايحين فين او الدايركشن. عمليه الاورجانيك جروث عمليه تراكميه طويله المدى. لو الاساس بيتغير باستمرار يبقى احنا بنبني على ارض بتتحرك، والنتيجه اي نمو هيبقى مؤقت. مهم جدا ان نفهم كمان ان الاس يو لا يصنع برودكت ماركت فيت، ولكنه يضخم ما هو موجود ويعززه ويوجهه. علشان كده لازم يكون عندك بزنس اوبجكتيفز واضحه، كور فوكس واضح، ماركت او ماركتس محدده، بزنس بروفايل محدد ومعروف مراحل بتاعته. غير كده اي استراتيجيه اورجانيك جراث للاسف مش هتكون مفيده، لان كل شويه هتتغير وتتهد وتتبنى، وده مش عملي. تاني حاجه هو تحليل المنافسه بشكل جيد. تحليل المنافسه مش معناه هو بيرانك على كلمات ايه، ولكن معناه هو الكونتنت استراتيجي بتاعته عامله ازاي، هو الجوت ماركت اللي عمل بيه هو ايه، الاثوريتي سيجنالز اللي هو مستحوذ عليها ايه، الباك لينك بروفايل والريبيتيشنز بتاعته عامله ازاي، الويب سايت انفورميشن اركتكتشر بتاعته عامله ازاي، الانتيتي بوزيشننج اللي هو مستهدفها رايحه فين، الانترنال لينك باث او لوجيك للموقع بتاعه. لو البيزنس قديم بالفعل ممكن يضاف اليه الكومباتيتور جاب اناليسيس، هو الكومباتيتور فين وانا فين، وايه الجابس اللي بيننا، ايه الحاجات اللي انا مغطيها وهو مش مغطيها والعكس صحيح. مرحله الجاب اناليسيس او مرحلة تحليل المنافسة بتعرفك بشكل كويس انت تدخل السوق منين، ايه الجابس اللي المفروض تقدر تدخل منها السوق. دي غالبا بتكون اهم نقطة علشان تبدأ من حيث ما انتهى الآخرون، وفي نفس الوقت تدخل السوق من نقاط قوتك مش من نقاط قوة المنافس. ثالث نقطة، عمل اونلاين ديماند اناليسيس وتام واضح او توتال ادريسبل ماركت واضح. بمعنى قبل ما نعمل اي اس يو لازم نفهم هل السوق فيه طلب كافي، هل في طلب فعلا، هل المجال اصلا مناسب للاس يو. ممكن تشوف هنا الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن الامر ده. هل الار او اي المتوقع من الاستثمار في الاس يو يستحق، ولا في طرق تانية بديله افضل. ببساطه دي مرحله زي ما تقول اونلاين ماركت ريسيرش، بتقدر تحط فيها التام او التوتال ادريسبل ماركت، السام السيرفبل افيلبل ماركت، والصام او السيرفبل اوبتينبل ماركت. وهنا بتقدر تحدد البروجكشن بتاعتك للبيزنس في مراحله المختلفه، سواء كان سنوي او كل كوارتر او وات، لكن بيديك رؤيه انت فين ورايح فين والماركت عامل ازاي والديماند الباترن اللي فيه عامل ازاي. رابع حاجه عمل ريفينيو موديلنج او جو تو ماركت الاينمنت. في بعض الحالات بنحتاج نربط الاس يو بالريفينيو موديلنج، طبعا برين ستورمنج سيشنز كده مع الستيك هولدرز الاخرين. يعني مثلا نحسب الكاستمر لايف تايم فاليو في الادز مقارنه بالبروجكشن المتوقع في الاس يو، الكونفرجن ريتس المتوقعه مقارنه بالادز، الترافيك المتوقع والسي ار او اللي هيتم عليه وفي النهايه يسمع معانا في كام عميل في الغالب بروجكتد يعني، الريفينيو بروجكشن من الصام او الاوبتينبل ماركت. وبناء عليه بتقدر تحدد نوعا ما الاونلاين جو تو ماركت استراتيجي بتاعتك، وبتكون نوعا ما عندك استشراف جيد للمستقبل، او على الاقل استشراف جيد تقدر تمانوفر في ضوءه. مش بنقول كلاريتي كامله، لكن بروجكشن بما تحمله الكلمه من معنى. وطبعا ده كله لازم يكون في توافق مع الاقسام الاخرى زي البرودكت والسيلز والاوبريشن، بيكون في تنسيق في هذا الامر، وده علشان نضمن طبعا الاستراتيجيه قابله للتنفيذ مش بس حبر على ورق. خامسا عمل ما يسمى بالانتيتي ستراكشر والانفورميشن اركتكتشر. المرحله الخامسه هي بناء الاساس.
الانتيتي اركيتكتشر، وده بيخليك تبني شبكه مترابطه تخدم بعضها ببعض، خاصه في عصر الاي اي اللي بيحب شبكات معرفيه مترابطه مش جزر منعزله. في المرحله دي بنعمل فقط الاساس، وبعدها زي ما هنقول تحت بنفصل اكتر. بيطلع من الانتيتي ستراكشر ما يسمى بالويب سايت انفورميشن اركيتكتشر، وهو مش بس مجرد منيو وانما انتيتي مابينج وهيكل معرفي للموقع بشكل كامل. الويب سايت انفورميشن اركتكتشر بيعني تعريفه اللي هو الهيكل المعرفي للموقع، اللي بيكون فيه طبعا هيراريك واضحه، بيرنت اند تشايلد هود ريليشن شيب واضحه بين الصفحات وبعضها، انترنال لينك لوجيك وباث واضح. في نقطه ناس كتير بتغفل عنها وهي البراند انتيتي كونسوليديشن. صفحات زي الاباوت اس، صفحات زي السيرتيفيكيشنز، زي التيم، زي الميشن وغيرها من الصفحات اللي بتبين البيزنس ايدنتيتي والبيزنس انفورميشن والبيزنس دايركشن رايح فين. ده بيساعد جدا خاصة في الاي اي سيرش لانه بيبين هوية البيزنس، وده بيساعد في ريكومنديشنز داخل الاي اي سيرش بشكل اساسي. فلو النقطة دي انت فوتها في جوجل ممكن ترانك عادي، لكن في الاي اي سيرش اظن ان هو ممكن يكون من الصعب جدا، لان الاي اي سيرش بيعتمد بشكل اساسي على الفهم اللي استنتجه من موقعك مش الانديفيدوال بيجز في موقعك. سادسا، عمل تكنيكال فاونديشن جيد ومناسب للموقع. التكنيكال انفراستراكشر دي مش مجرد تشيك ليست زي ما كثير من الناس بتفتكرها. التكنيكال فاونديشن هي بتكون عباره عن سيستم كامل متكامل بيربط كل شيء ببعضه. يعني لازم الويب سايت انفورميشن اركتكتشر يكون مسمع معاك في اليوراري ستراكشر هيراركي، يكون مسمع معاك في فاريبلز لو الموقع قايم على البروجراماتيك اس يو، وكذلك السكيما استراتيجي بناء على كل بيج تايب. طبعا بقى نضيف ليه الروبوت تاكس فايل، الاس اس ار والسي اس ار او خلينا نقولها الجافا سكريبت، استخدام الجافا سكريبت في الموقع، والتاكد ان الموقع effectively crawlable and indexable. وده الهدف الاساسي من التكنيكال اس يو او التكنيكال فاونديشن للموقع، وهو ان احنا بنسهل كل شيء يتعلق بالامرين دول، الاندكسيشن والكرولابيلتي. وده موضوع ممكن نفرد له حلقه بعدين ان شاء الله. لكن المهم هنا ان الماشين والبوتس لازم تفهم موقعك. لو ما فهموش موقعك في الغالب مش هيريكومند الموقع بتاعك في الاي اي سيرش، ممكن تقدر تطلع به في جوجل، لكن في المستقبل اظن كذلك هيندثر. فلو مفيش تكنيكال فاونديشن كويس مفيش اوثورتي هتنفع. سابعا، العمل على البيج اناتومي واليو اكس ستراكشر. يعني مش ترافيك وخلاص، انا محتاج ابني فانل داخل الموقع اليوزر يمشي فيها، وده بيكون عباره عن بيج اناتومي وواير فريمز بتحدد تصميم بنيه الصفحه قبل الكتابه وقبل حتى تطوير الموقع الديفلوبمنت، علشان نضمن ان في HTML ستراكشر صحيح، في توزيع للمحتوى في المكان الصحيح، المين كونتنت والسبورتنج كونتنت في مكانهم الصحيح، وفي ممكن تسوق، في ممكن تستخدم ريسايكلد كونتنت زي الريفيوز وغيره. والميزه الاساسيه هنا ان الكونتنت والديفلوبرز بيقدروا يشتغلوا بالتوازي مش بالتوالي. يعني مش لازم ننتظر الديفلوبر يخلص كل حاجه عشان نبدا نكتب كونتنت، وانما الاثنين بيبداوا يشتغلوا مع بعض لان هما الاثنين بيشتغلوا على نفس التصميم. ثانيا، عمل كونفرجن انجن. مفيش فايده من الترافيك لو مفيش كونفرجن. كل صفحه في الموقع لازم يكون لها دور في الكونفرجن فانل، مش مجرد سي تي اي وانما سيستم كامل بياخد العميل من الف للياء، بيوصله من مجرد المعرفه الى ان هو ياخد قرار الشراء. وده طبعا بتحاول تظهر فيه المايكرو كونفرجن فاكتورز والتراست سيجنالز واليوز كيسز اللي ممكن تساعد العميل على اخذ القرار. الجزء ده في الغالب بيكون بالتعاون مع البرودكت ديبارتمنت وكذلك السيلز، ولو في طبعا يو اكس ويو اي ديزاينر يعني. تاسعا، الاوثورتي اكسبانشن. فبعد ما التكنيكال فاونديشن الموقع بيكون جاهزه والفاونديشن فيز للموقع بيكون جاهزه، في الغالب بتقدر هنا تركز على التوبيكال اوثورتي موديلنج. توبيكال اوثورتي موديلنج يعني ان انت بتغطي الانتيتي او الانتيتيز اللي انت مركز عليها من اكتر من زاويه، مش مجرد كلاسترز او كونتنت كلاسترز تقليديه، وانما عمل ما يسمى بالانتنت سبيس مابينج. يعني ايه؟ يعني الاسئله اللي بتدور حول الانتيتي المعينه دي، خاصه في عصر الاي اي. فبدل ما كان قبل كده تقول انا عاوز اتصدر في الكلمه الفلانيه، لو انا عاوز اتصدر في او اكون اوثورتي في الانتيتيز الفلانيه دي. وده بيكون ان انت بتحدد 3 حاجات. اول حاجه البرايمري انتيتيز بتاعتك، وثاني حاجه السبورتنج انتيتيز، وثالث حاجه الادجستنت انتيتيز. وبتربطهم طبعا في هنفرد لهم ان شاء الله فيديو، لكن عامه بنربطهم في شبكه من السياقات. انا عن نفسي في المرحله الاولى على الاقل بركز بشكل اساسي على الباتوم اوف ذا فانل والموديل اوف ذا فانل، او الحاجات اللي هي اقرب لنيه الشراء، لان ده بيساعد بشكل كبير ان الاي اي سيستمز تفهم انت رايح فين بشكل كويس وتحطك في مكانك الصح. وفي نفس الوقت برضو الحاجات دي تسمع في السيلز، ما ينفعش تشتغل فترات طويله بيجي لك ترافيك ومفيش سيلز.
فلازم الحاجات دي تسمع في السيلز في النهايه. 10 الاهتمام بالاوف بيج والنولج جراف سيجنالز، خصوصا في عصر الاي اي الموقع وحده لا يكفي، لازم يكون في استراتيجيك باك لينكس متشابكه كلها بتراعي الفيزابيليتي الحاليه، وكذلك براند منشنز بطريقه ذكيه، والاهتمام كذلك بالاكسترنال سايتيشن والنولج جراف طبعا، او النولج جراف سيجنالز اللي بتربط البيزنس بتاعك بالانتيتيز المستهدفه، لان الاي اي بيقيم موقعك داخل الديجيتال نولج جراف، وده شغل اوف بيج كبير بشكله الجديد اللي من شأنه انه بيخدم الاي اي سيرش ومحركات البحث التقليديه زي جوجل، وده هيكون متناول ان شاء الله في فيديو مستقل. رقم 11 الاهتمام بالديستريبيوشن لاير. في عصر الاي اي سيرش الموقع وحده لا يكفي، الموقع لازم يظهر في اكتر من مكان، كوميونيتيز، فورمز، يوتيوب، سوشيال ميديا، وكل المنصات الممكنه اللي اليوزر بتاعك متواجد عليها او اللي الاي اي بيستمد منها المعرفه، لاني كما نعلم الاي اي بيعتمد على distributed authority signals، وده هنغطيه بعدين في حلقه مستقله ان شاء الله. الخلاصه، في عصر تنوع طرق البحث واختلاف المنصات من محركات بحث تقليديه واي اي سيرش، الاورجانيك جراث مش مجرد كونتنت استراتيجي، وانما انفراستراكشر استراتيجي متكامله بتبدا من بزنس موديل واضح، ماركت اناليسيس دقيقه، انتيتي ستراكشر دقيقه، تكنيكال فاونديشن جيد، يو اكس اند كونفرجن جيد، اوثوريتي اكسبانشن تخدم الانتيتيز وتكسباند على كل ما سبق، وفي كل ده يكون في ديستريبيوشن شانلز متنوعه سواء للاي اي او لليوزرز بتوعك. لو الفاونديشن مش مبنيه صح اي جراث هيبقى مؤقت. الامر ده كله بيتم بناء على اون بيج اوف بيج اند تكنيكال اس اي او، وكذلك بيضاف له مؤخرا الاي اي اس اي او والمشهور بالجي او او الاي او. الهدف مش مجرد رانكينج، الهدف sustainable organic visibility و organic growth engine قادر على الصمود مع الاي اي وجوجل والتحديثات المستمره والمتسارعه، وكذلك تقدر تبني عليه على المدى الطويل. عامة أنا كده خلصت، ولو عندك سؤال في المحتوى ده أو حابب تسأل عن حاجة نعمل لها فيديو منفصل أو حاجة في المحتوى اللي احنا قلناه سواء كان متفق أو مختلف، عرفنا رأيك في التعليقات وإن شاء الله هنناقشها علشان خاطر نرتقي بالمحتوى العربي في المجال. وشكرا لحضرتك، ونشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله. مع السلامة.